السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نشارك معكم العجينه السحريه. كتجي زوينه في هادشي ديال المعجنات، في البيتزا. وان شاء الله تشوفوا معايا ان شاء الله المقادير. هنا كنحتاج واحد 3 كيسان ديال الماء. ما عرفتش الفيديو علاش مشى ليا م- سميتو. المهم 3 كيسان ديال الماء كنديرو 2 معالق سنيده حتى ل3 على حسب الحلاوه اللي بغيتو. اللي كانت بيتزا كديروا فيها معلقه سنيده. ومن درت 3 كيسان ديال العنبه ديال الماء، درت معاهم سنيده ودرت واحد 2 معالق الخميره وصافي. هنا كنخليهم حتى كيتفاعلوا مزيان. كندير معاهم واحد 3 كيسان حتى لجوج ديال الدقيق، وكنخليهم كيتفاعلوا مزيان. بحال درنا 3 كيسان ديال الماء كنديروا معاهم 3 كيسان ديال الدقيق، وكنخلوهم مع الخميره مع سنيده حتى كيتفاعلوا. ومن بعد كنزيدهم الزيت، نص كاس تاع الزيت، وكنزيدهم الملحه هي الاخرى. وكنكمل دوك بحال درت 3 كيسان تاع الدقيق في الاول. كندير 5 الكيسان الاخرين تاع الدقيق، بحال 8 الكيسان تاع العنبه تاع الدقيق اللي تهز ليا في 3 الكيسان ديال الماء. صافي هنا كنخلطهم مزيان وكنغطيهم حتى كيتفاعلوا ليا. صافي من بعد كنزيد داك الزيت. هنا راه زدت الزيت وزدت الملحه. صافي هادو هما المقادير اللي فيهم. وصافي كنزيد داك الدقيق. صافي كنبدا نخلط 5 الكيسان في الاخر كنزيد تاع الدقيق. حقيت الفيديو الاول اللي كنت خويت فيه الماء وهذا ما عرفتش علاش ضاع ليا. المهم راه 3 كيسان ديال الماء ديال العنبه و3 كيسان تاع الدقيق، في الاخر كنديرو دوك 5. صافي ما فيهمش شي مقادير بزاف. وكنخليهم حتى كيتفاعلوا الخميره والسنيده. من بعد ملي كيتفاعلوا كنزيدو دوك ال5 الكيسان تاع الدقيق في الاخر، ونص كاس تاع الزيت. الا كان بديروها في البيتزا ديروا زيت العود احسن. كنتو بديروهم في داكشي ديال بحال الكروس وداكشي كديروها زيت الروميه. صافي هنايا وكنبقى ندلك فيها مزيان حتى كنخلط العجين مزيان. كتجي خفيفه. صافي هنا كتلصق في اليد. كتصافي هنا غنبقى ندلك فيها مزيان. كتشوفوا العجينه كتلصق بحال هكايا، كتجي على هاد الشكل. صافي من بعد ما خليتها هنا مزيان، خليتها حتى خمرات طلعات. ضروري كندهن يديا بالزيت حتى ما نشارك معكم البيتزا حتى هي ان شاء الله ديالها. كتجي بحال ديال المحلات اللي كيبيعوا البيتزا، كيجيو فيها دوك النفيفيخات بحال هكا، وكتجي زوينه، كتجي خاوي من الداخل. صافي هنايا كنشد العجينه، كنحيد منها داك الهواء ديال الخميره من الداخل. وصافي وكنبقى ندهن يديا بالزيت وكنقرص. كيجيو خفاف وكيجيو رطبين وهشاش، وما فيهمش المقادير بزاف. صافي كيجيو على هذا الشكل كي كتشوفوا. وكنحط في الطاوه. ساهلين ما فيهمش المقادير بزاف، اي وحده تنوض ديرهم. وهاد كريم باتيسري اللي صايبت انا بعد ما كملت الطاولات كاملين. صافي هاد كريم باتيسري اللي صايبت معاكم في الكريم اللي لحت البارح، هو اللي وقع عندي اليوم، هو اللي غنعمر به. طحنتو ميكسيتو في الميكسو وصافي. ودرت هنايا في حفيرات
وكندير فيهم ديك كريم باتيسري. وتقدروا ديروا التفاح. صافي كنعمرو دوك الحفيره، كندير عا بيديا ديك الحفيره، ما نحتاج كاع ندير لها شي كاس ولا شي جبانيه ولا شي حاجه، هي خفيفه ورطبه. صافي كندير داك التفاح رقيق، كنقطعو رقيق وكنديرو من الفوق، راه كتجي هشيشه وخفيفه ورطبه، منعاودش ليكم عليها، واعره. صافي ها نتوما كي كتشوفوها حفيره دغيا بسهوله كتمشي معانا. صافي هنا بعد ما كملتهم كاملين كندير اللي بغات دير صفار البيض ودهن به، اللي بغات دير الحليب وكاكاو ديرو من ولا القهوه ولا. المهم انا داكشي اللي كان عندي قضيت به، ما كانوش الدراري في الدار يجيبوا لي البيض، درت الحليب والقهوه. صافي هذا هو الشكل النهائي، نتمنى يعجبكم وتجربوه حتى نتومايا، وبالصحه والراحه.